السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم على قناتي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبنينة بزاف واللي هي طاجين جبن بطبقتين، لحم البقر الطبقة الأولى والطبقة الثانية لحم دجاج، ويجينا خفيف ويذوب في الفم ومثالي لمائدة رمضانية. خليكم معايا ونشوفوا طريقة التحضير خطوة بخطوة. وراح نرافق طاجين الجبن تاعي بمرقة الفطر. نبداو بالمقادير على بركة الله. عندي لحم البقر طحنته في الاشوار يا البنات، وعندي صدر دجاج تا هو طحنته في الاشوار. عندي هنايا فرماج تاع المثلثات، اذا عندكم فرماج اخر تقدروا ديروه عادي. عندي هذا لا شابلور، وعندي هنايا الفطر، وعندي كريم ليكيد الخاص بالطبخ، وعندي هنايا روز، عندي البصل، عندي ثوم، عندي فرماج رابي، عندي شويه دبشه وشويه زيتون مقطع وفلفل تا هو مقطع يا البنات، وعندي 6 بيضات، وعندي هذا التوابل اللي هما كزبر وكمون وكرويه وراس الحانوت، وعندي الزيت. هنايا البنات نجيب الطنجره تاعي ونحط فيها نصف ملعقه كبيره من البصل ونصف ملعقه كبيره من الثوم و3 ملاعق من الزيت، ونحطوا اللحم تاعنا ورشه ملح، ونحطوا التوابل تاعنا اللي هما كزبر وكمون وكرويه وراس الحانوت، ونحطوه على نار هادئه حتى يبدا يتقل لنا هذا اللحم ونشوفوه مع بعض. هنايا البنات راني جبت الطنجره تاعي على نار هادئه حتى يتقل لنا اللحم تاعنا، ونفتوه بهذه الطريقه باش ما يلصقش في بعضه يا البنات، ونخليه يتقلى ونشوفوه مع بعض. ولهنايا البنات راني جبت الطنجره تاعي على نار هادئه حتى يتقلى هذاك اللحم، وضفت لهم الزيتون والدبشه والحار اللي قصيته مربعات، ونحكموا اللحم تاعنا كيما هكا ونفتوه باش ما يلصقش في بعضه. بقاو فتوا فيه هيك يا البنات حتى يتقلى ونشوفوه مع بعض. وهنايا البنات بعد ما تشوفوا اللحم تاعكم تاع هذا اللون زيدوله على النار تكون متوسطه. وهنايا راح نضيف ملعقه كبيره من الروز يا البنات هكذا، ما تكثروش بزاف الروز يا البنات، ملعقه كبيره كافيه، ونخليه يكمل يتقلى. ولهنايا بعد ما طاب اللحم تاعي راح نخليه يبرد مليح ونضيف له البيض باش ما يطيبش معاكم. البيض يا البنات لازم تخليه اللحم تاعكم يبرد مليح. هنايا نجيب نفس الطنجره تاعي اللي قليت فيها اللحم ونحط فيها لحم الدجاج مع التوابل، نصف ملعقه من الثوم، نصف ملعقه من البصل، 3 معالق من الزيت ورشه ملح، ونحطوه على نار هادئه حتى يتقلى اللحم تاعنا ونشوفوها مع بعض. لهنايا البنات راح نزيد نضيف ملعقه كبيره من الارز هكذا. لهنايا البنات حركوا مليح باش ما يلصقش اللحم في بعضه هكذا كما هو موضح. لهنايا بعد ما تقلى لي اللحم تاعي تاع الدجاج راح نخليه يبرد خلاص ونضيف له البيض. لهنايا بعد ما برد لي اللحم تاعي ضفت له 3 بيضات وزدت له ملعقه ونصف من لا شابلور، ونحركو مليح يا البنات هكذا. هنايا بعد ما برد لي اللحم تاعي تاع الدجاج راح نزيد نضيف له 3 بيضات هكذا، نزيد له ملعقه ونصف من لا شابلور هكذا، باش يجي اللحم تاعكم طري يا البنات وما يلبسش. لهنايا راني حركت مليح باش يدخل هذاك البيض في اللحم تاعنا هكذا، راه كلشي موضح يا البنات. ولهنايا راح نزيد قليل من الكريم فريش الخاص بالطبخ هكذا. لهنايا حركوا مليح بعد ما تضيفوا كريم فريش يا البنات. انا ضفت في لحم البقر وفي لحم الدجاج راح يعطيكم قوام بزاف خفيف. لهنايا راح ندير في هذا المول المربع ندير طبقه من لحم الدجاج هكذا يا البنات، ودهنوا المول تاعكم بالزبده يا البنات هكذا. انا راح نحط الطبقه تاعي هكذا ونشوفوها مع بعض. بعد ما حطيت الخليط تاعي تاع لحم الدجاج راح نضيف عليه الفرماج تاعنا هكذا يا البنات
اللي عندها فرماج كاري راح تضيفه عادي. انا ما كانش عندي مفرفر، حطيت هذا تاع المثلثات. راح نكمل نحط ونشوفوه مع بعض. راني حطيتهم كيما هكا ونزيد عليهم فرماج ربي هكذا يا البنات. راهو كل شيء موضح في الفيديو، راح ديروه وتنجحوا فيه باذن الله. نزيد نضيف لحم البقر تاعي هكذا. هذا الخليط نضيفه هكذا يا البنات، راهو كل شيء موضح. انا نسوي هكذا ونرجع لكم. وهنايا راني زدت فرماج ربي ونزيد عليه هذا الخليط تاع الدجاج يا البنات. راح يجي طاجين جبن وكأنه طاجين رخامي طبقة بطبقة. انا نعدل السطح ونشوفوه مع بعض. هيا زدت ضفت له فرماج مبشور ونزيد نضيفه الطبقة الأخيرة من لحم البقر هكذا من هذا الخليط. حطوه هكذا يا البنات. راح نسوي الوضع هذا ونشوفوه مع بعض. وهذا هو شكل طاجين الجبن تاعي. راح نحطه في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونشعلوا له من تحت والفوق، وكي طيب نشوفوه مع بعض. اصلا المقادير يا البنات راهم طيبين، نشوفوه غير كي ينشفوا البيض تاعنا ونشوفوه مع بعض. وهذا طاجين الجبن راح يعجبكم بزاف، بالاخص كي جا طبقات مختلفة. هنايا راح ندير المريقة تاعي تاع الفطر اللي ترافق طاجين الجبن. هنايا البنات راني جبت الطنجرة تاعي وحطيت فيها 2 ملاعق من البصل ونصف ملعقة من الثوم، وحطيت 3 معالق من الزيت، وحطيت التوابل اللي هما كزبر وكمون وكروية وراس الحانوت. حطيت رشة من الملح ونحطوها على نار متوسطة حتى يتقلى البصل تاعنا. ولهنايا البنات راني حطيت الطنجرة تاعي على نار هادئة باش يتقلى البصل تاعنا مع الفطر ونشوفوه مع بعض. هنايا بدات تتقلى البصله تاعي، راح نضيف لها قليل من الماء باش ما تحرقش معكم البصله يا البنات هكذا. راهو كل شيء موضح يا البنات، ونخليوها تتكمل تتقلى ونشوفوها مع بعض. هنايا البنات بعد ما تقلات لي البصله تاعي راح نمرقها بالماء هكذا يا البنات. الماء يا البنات قيس ما يتغطى الفطر تاعنا هكذا يا البنات، راهو كل شيء موضح. راح نخلي الفطر تاعنا طيب ونشوفوه مع بعض. ولهنايا بعد ما طابت لي المرقه تاعي زدت لها فنجان كريمه سائله الخاصه بالطبخ، نزيد نردها على نار متوسطه حتى تتقلى شويه ونطفيو عليها وتكون جاهزه. هنايا البنات راهو طاب طاجين الجبن تاعي. بعد ما خرجت من الفرن حطيت عليه شرائح من الجبن وحطيت عليه حبيبات الزيتون كتزيين. شوفوا لي الطبقات تاع طاجين الجبن تاعي كيفاه جا. درك انايا نروح نحط في صحن التقديم ونشوفوه مع بعض. وهذا هو طاجين الجبن تاعي وجد بمظهر شهي. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من وصفات رمضانيه. ورمضان كريم علينا وعليكم. مع السلامه.